this. I said in London, this is the cancer. To the football, I have one clear and strong message to tell him. رئيس لجنة الحكام في الفيفا يتوعد المنتخب السنغالي ومدرب بسحب اللقب، ورئيس الفيفا ينقلب على الكاف ويعلن قرارا فريدا من نوعه وينتصر للمغرب، ومدرب السنغال يتوسل للمغرب. ولكن قبل أن نبدأ، لو تتفق معي أن مدرب السنغال أفسد المباراة، فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، واكتبوا في التعليقات العدالة للمغرب، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم. ما حدث في نهائي كأس أفريقيا تجاوز حدود الجدل الكروي ووصل إلى مستوى الفضيحة القارية، بعدما تحولت لحظة تحكيمية حاسمة إلى فوضى عارمة وانسحاب صادم واحتقان داخل الملعب وخارجه. ومع تصاعد الغضب واتساع دائرة الجدل، لم يتأخر تدخل أعلى هرمين في كرة القدم، إنفانتينو وكولينا، ليضع حدا للعبث ويعلن أن ما جرى لن يمر دون حساب. فقد دخل على الخط كولينا وأدلى بتصريحات لشبكة لوزير السويسرية وقال: أقولها اليوم وأنا في حالة غضب غير مسبوقة. ما حدث في نهائي كأس أفريقيا ليس مجرد حالة جدل تحكيمي ولا انفعال عابر، بل هو فضيحة كاملة الأركان ووصمة عار في جبين كرة القدم الأفريقية. من غير المقبول ومن غير المعقول ومن غير المحترم أن نشاهد مدربا ينسحب من مباراة نهائية قارية لأن الحكم احتسب ركلة جزاء صحيحة في الوقت بدل الضائع. هذا السلوك لا يمت للرياضة بصلة، ولا للأخلاق، ولا لروح المنافسة. أنا شاهدت اللقطة بنفسي على شاشة الملعب، وشاهدتها بوضوح تام. هناك مسك واضح وصريح من مدافع السنغال لإبراهيم دياز وإسقاط متعمد داخل منطقة الجزاء. وفق قانون اللعبة، هذه ركلة جزاء صحيحة 100%، ولا يوجد أي مجال للنقاش أو التأويل. ولم أكتفي برأيي الشخصي، بل تم التواصل معي مباشرة، وأكدت بصفتي رئيس لجنة الحكام في الفيفا أن القرار صحيح ولا جدال فيه. إذن السؤال المنطقي: لماذا هذا الانسحاب؟ لماذا هذه المسرحية؟ الجواب بالنسبة لي واضح. كان هناك تعمد لإفساد المباراة عندما لم تسر الأمور كما يريد الجهاز الفني للسنغال. ما فعله المدرب بابا ثياو تصرف غير مسؤول، يسيء للسنغال قبل أن يسيء لكرة القدم الأفريقية. ثم رأينا المشاهد الأكثر قبحا: جماهير تقتحم أرضية الملعب، اعتداءات على عناصر الأمن المغربي، اشتباكات مع لاعبي المنتخب المغربي، فوضى وشغب في مباراة كان يجب أن تكون احتفالا كرويا. هذا المشهد وحده كاف ليجعلنا نتحدث عن فشل أخلاقي قبل أن يكون رياضيا. ولم يتوقف الأمر هنا، بل شاهدنا حارس مرمى السنغال وهو يستفز إبراهيم دياز بطريقة متعمدة ويحاول إخراجه من أجواء المباراة نفسيا قبل تنفيذ ركلة الجزاء. والنتيجة كانت لاعبا متوترا يسدد في ظروف غير طبيعية ويهدر الركلة. هذه ليست منافسة شريفة، هذه تلويث متعمد للمباراة. وأقولها الآن بوضوح وبلا أي دبلوماسية: هذا الملف لن يغلق، وكل المقترحات مطروحة على الطاولة. نحن نتحدث عن إمكانية إعادة المباراة، أو سحب اللقب من المنتخب السنغالي، أو إيقاف مدرب السنغال مدى الحياة، بالإضافة إلى إيقافات مؤقتة
لبعض اللاعبين المتورطين في الفوضى والاستفزازات. بل وأكثر من ذلك، هناك نقاش جدي حول معاقبة الجماهير التي اقتحمت الملعب وحرمانها من حضور المنافسات الكبرى بما فيها كأس العالم، لأن من لا يعرف كيف يشجع فريقه باحترام لا مكان له في المدرجات. ما حدث اليوم يضرب مصداقية كرة القدم الأفريقية في الصميم، وإذا لم يكن الرد قويا وقاسيا فإننا نرسل رسالة خطيرة لكل من يفكر في استخدام الفوضى والانسحاب كسلاح داخل الملعب. أؤكد أن التقارير سترفع والتحقيقات ستفتح والقرارات ستكون صارمة ومؤلمة، لأن كرة القدم لا يمكن أن تدار بالتهديد والضغط والشغب، بل بالقانون والانضباط والاحترام. ومن يرفض احترام هذه المبادئ فعليه أن يتحمل العواقب كاملة.